تخيل سهرت الليالي بتفكر في مشروعك، صممت اللوجو اللي بيمثل حلمك وبدأت تكسب ثقة الناس، وفجأة تلاقي حد سرق اللوجو أو العلامة بتاعتك وسجلها باسمه وبقى هو المالك القانوني ليها. القانون مش هيعترف بيك وهيعترف فقط باللي معاه ورق التسجيل. مش بس كده، المصيبة كمان ان اللي سرقك ممكن يرجع يقضيك بتهمة تقليد العلامة او اللوجو ده. ولو ما سجلتش ممكن اي حد تاني يستولي على اللوجو او العلامة بتاعتك ويبادر هو بتسجيلها، وقتها هتتحول من مبتكر الى متهم. لكن القانون حط استثناء وحيد، وهو ان انت لو سبق واستخدمت العلامة التجارية تقدر تحتج بيها على الشخص اللي سجلها، بس ده محتاج أدلة قوية جدا، زي ان انت يكون عندك فواتير او اعلانات. وخلي بالك، تقليد العلامة التجارية دي جريمة وبيعاقب عليها بالحبس والغرامة. يعني مش بس هتخسر مشروعك وفلوسك، لا كمان ممكن تخسر حريتك. عشان كده اول خطوة صح التسجيل، لان التسجيل بيحميك جنائيا وكمان بيضمن لك حقك في التعويض لو حد اعتدى على اللوجو او العلامة بتاعتك. الخلاصة، الابداع لوحده ما يكفيش، العلامة اللي ما بتتسجلش ما بتتحميش. لو عندك اي استفسار خاص بالعلامة التجارية اكتب لنا في التعليقات واحنا هنرد عليك.